ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. الحمد لله انا قدرت اجيب 82 نقطة في جولة كلنا تخيلناها ان هي سهلة قبل ما تتلعب، ولكن في الحقيقة هي الجولة مش صعبة، ولكن اللي صعبها علينا هي طبعا بعض الفرق، زي برايتون اللي ما قدرش يعمل حاجة خالص، 0-0. وطبعا كل الناس كانت معتقدة ان فريق زي برايتون هيفوز بسهولة على فريق زي إبسويتش تاون. كل الناس كان معاه واحد او اتنين من فريق برايتون في الناحية الهجومية. كمان كلنا اتخدعنا في فريق زي ليفربول، محمد صلاح، دياز، حتى المدافعين، كلنا اتخدعنا في فريق زي ليفربول وقلنا المباراة سهلة بالنسبة له. وفي ناس عملت، طبعا أغلب الناس يعني جابت ثلاثة من ليفربول. في ناس عملت دبل في الهجوم زي دياز مع صلاح أو دياز مع جوتا. وفي ناس طبعا عملت دبل في الدفاع زي مثلا حارس المرمى ألوسن بيكر، أو ناس واخدت معاها أرنولد، ناس واخد طبعا روبنسون. المشكلة ان كلنا اتخدعنا في ليفربول، ولا هو من الناحية الهجومية قدر يعمل حاجة، كله بلانك. وفي الناحية الدفاعية يا ريت كمان بس ان الفريق دخل فيه هدف، لا، عندك ارنولد انذار، روبنسون انذار، يعني كمان خسائر بالجملة. آه، فالواحد يحمد ربنا الحمد لله ان انا قدرت اجيب 82 نقطة في جولة زي دي صعبة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم انا استخدمت الفري هيت، لان كنت طمعان ان الجولة اجيب فيها اكتر من كده، لكن طبعا 82 نقطة لما تبص تشوف الناس التانية، في ناس جابت لحد دلوقتي 20 نقطة، وناس جابت 35 نقطة، وناس وصلت 40 نقطة بالعافية. واللي جاب 50 او 60 نقطة ده بيقول لك انا جبت. وزي ما قلت لك كمان اللي ما عندوش هالاند وكان مكابتن صلاح، ده طبعا خسارة كبيرة. كلنا شفنا هالاند الراجل اللي كان بيقوله مصاب، في ناس كتيرة بعته طبعا لما سمعت ان هالاند مصاب. انا الحمد لله رغم الاصابة ورغم ان عملت فري هيت، لكن كنت واثق ان واحد زي هالاند صعب ان ما يكونش معاك في التشكيله. كنت عامل حسابي وجايب واحد على الدكه مكانه، بحيث لو هالاند ما قدرش يعمل حاجه او ما لعبش البديل اللي بره ينزل. امنت نفسي بهالاند، وكمان امنته ان انا عملت كابتن، بالرغم ان انا كان عندي ممكن اعمل صلاح، لكن انا حسيت ان هالاند هيلعب، وحسيت انه هيعمل حاجه كالعاده. وزي ما قلت لكم من بدايه الجولات، ما ينفعش تدخل اي جوله بدون هالاند. الراجل ما بيفرقش معاه هو بيلعب مين، ما بيفرقش معاه بيلعب فريق كبير فريق صغير. وكمان ما تقلقش على هالاند في مباراة الأرسنال، يعني الأرسنال رغم قوة الدفاعية لكن هالاند ممكن يحرز أهداف في أي وقت وبأي طريقة. وكلنا شفنا الراجل يعني ما شاء الله في خلال 3 مباريات أو 4 مباريات بياخد هداف الدوري، وعلى ما أظن إن هالاند حسم هداف الدوري في أول 4 جولات من الدوري. الراجل لحد دلوقتي هدف في تشيلسي، 3 في المباراة اللي بعدها، 3 في المباراة اللي وراها، وهدفين النهاردة. يعني الراجل بالظبط جايب 6 8 9 نقاط، 9 أهداف في 4 مباريات، ما شاء الله قدر يحسم الدوري أو هداف الدوري. فزي ما بقول لكم اللي فرق معانا في الترتيب أو النقاط الجولة دي. يعني الحمد لله إن حطيت عيني على 3 من لعيبة اللي هي مانشستر يونايتد، راهنت على اونانا وراهنت على مزرعه وراهنت على راشفورد، رغم ناس كتير بتبعد على راشفورد. والحمد لله اونانا قدر يصد ضربه جزاء، طبعا ده توفيق من ربنا، واونانا طلع لي يعني ب 13 نقطه، مزرعه 6 نقط كلين شيت. انا ما كنتش عاوز اخد منه اكتر من كده من دفاع زي طبعا زي دفاع مانشستر. كمان راشفورد الراجل اللي ما بيحرزش اهداف خالص، انا الحمد لله ربنا وفقه واحرز له هدف المباراه دي. كمان واحد زي ماتيتا راهنت عليه، هو وايزي خدتهم الاثنين مع في نص الملعب، قلت لو ده ما عملش التاني بيعمل، وفعلا ده اللي حصل. ايزي ما عملش حاجه، بس ماتيتا ما شاء الله هدفين مع بونص مع نقطتين مباراه 13 نقطه، فهم دول اللي فرقوا معايا طبعا. زي ما كمان عندك الدفاع فرق معايا بتاع برايتون بانك، رغم انه 6 نقط بس برضه بتفرق، اقل حاجه بتفرق. وفي طبعا ناس يعني الله يكون في عونها ما عندهاش هالاند ومكابتنه صلاح. صلاح ما عملش حاجه، في ناس ما طلعتش ب 40 نقطه، وفي ناس ما طلعتش ب 35 نقطه، وفي ناس اللي وصل 50 و60 زي ما بقول لك بيقول الحمد لله ده انا كده عديت. فالحمد لله 82 نقطه دي هترفعني في الترتيب. خلينا نشوف مثلا لسه في كمان بكره، يعني هنشوف بقى المباريات هتعمل ايه، لكن انا كده ما عنديش ولا لعيب باقي، كل لعيبتي كده خلصت. لكن الحمد لله 82 نقطه دي حاجه مميزه في جوله صعبه، كلنا كنا متوقعينها من البدايه ان هي سهله جدا، لكن زي ما بقول لكم اغلب الناس واخده 3 لعيبه من
برايتون و3 لعيبه من ليفربول، وهم دول اللي عملوا الازمه، هم دول اللي نزلوا النقاط جامد. لو ليفربول عمل كالعاده كلين شيت مع اهدافه ومتوما كمان وزمايله قدروا يحرزوا اهداف، كانت الجوله النقاط فيها عدت ال 100 نقطه وال 120 نقطه. فانا بالنسبه لي راضي كده والحمد لله، والحمد لله ان انا عملت فري هيت. انا لو ما عملتش فري هيت كان اخري 20 نقطه 25 نقطه باستثناء هالاند، كان هيبقى عندي يعني 20 نقطه غير كابتنة هالاند، يعني بالكتير كان هيبقى عندي مثلا 51 52 نقطه. فده شيء كويس ان انا لحقت نفسي في جوله زي دي. زي ما قلت لكم انا كنت طمعان في اكتر من كده، بس الحمد لله انا لما ببص للناس التانية بقول لا ده كده كويس جدا. وان شاء الله انتوا يا شباب برضو تكونوا عملتوا حاجه وجبتوا مجموع كويس من النقاط، وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.